الشغل ده شغل مكتبنا الهندسي، دي قطعة أرض مميزة في الحي 33. المهندس موفر فيها وعامل قواعد عادية منفصلة عشان هيبقى فيها حمام سباحة، حاجة كده اللي هو اللهم بارك. شغل اللي هو بيقولوا شغل فاخر من الآخر، ومش هيبقى شغل يعني مش هيبقى في شغل عند حد زينا. طبعا في مهندسين كتير في العاشر من رمضان بنحترمهم، بس احنا بس ايه زي ما انتوا عارفين شغلنا وشغل مكتبنا، فاحنا بنطبل له شويه، بس هو يستاهل ان احنا نتكلم عن شغلنا. عاملين شغل كتير قوي، عاملين شغل في 26، عاملين شغل في 33، عاملين شغل في ال 24، عاملين شغل في ال 35 اليومين دول 36، عاملين شغل في 29، عاملين شغل في احياء كتير جدا جدا جدا. باشمهندس احمد بصراحه ثقه وامانه وحاجه كده بما يرضي الله، اللي هو انا هاخد اتعاب نسبه الاشراف والتكاليف انت اتكفل بيها، وكله لو انت مسافر بره. احنا شغالين شغل ناس كتير قوي مسافره بره، بياخد الباشمهندس بناخد اتعابنا وبياخد اتعابه بتاعت الاشراف وتكاليف انت بتكلف عليها. بيجي لك بقى فواتير، بيجي لك بقى فيديوهات شغلك وانت كانك حاضر، لو انت موجود داخل العاشر او خارج العاشر او انت مسافر بره او انت مش عايز تحضر، بيروح لك فيديوهات بكل شغلك خطوه بخطوه من اول حفر لحد ما بنخلص لك المبنى. لو انت عايز بقى دور 2 اي حاجه. القطعه دي ربنا يبارك لصاحب نصيبه، عامل فيها حمام سباحه في 33 يا جماعه. 33 هتبقى حاجه المميز بتاعها هيبقى حاجه تانية خالص، وهيروح لمكان يعني هيبقى حلو قوي زيه زي اليوناني، وهيبقى زيه زي الاسباني، وهيبقى حي هيبقى المجاورات بتاعت الحي 33 المميز الناس عامله فيها شغل عالي وشغل فاخر بجد. اللي حابب يتواصل معانا يكون جد بس في المباني لو سمحتوا، لا انا فاضيه ولا الباشمهندس فاضي محطش رقمه، بس التواصل هيبقى معايا. اللي حابب يبني ويكون جد في المباني يتواصل معايا، غير كده لا. احنا بنعمل شغل زي ما قلت لكم بما يرضي الله، احنا بناخد نسبتنا الاشراف او المبلغ اللي بيتحدد من حضرتكم على الاشراف، وبعد كده انتوا اللي بتحددوا وانتوا اللي بتصرفوا وانتوا اللي بتكلفوا ان شاء الله تعملوا. فاحنا بناخد زي ما قلت لكم الاشراف، وانتوا بعد كده بتكلفوا كله على ايديكم، علشان محدش يدفع حاجه فوق تكلفته، يبقى شغل بما يرضي الله.